في الفيديو ده هنعرض عليك جزء من الكلمات المربوطة عندنا على المنصة. الفيديو فيه حوالي 15 كلمة، استمتع بيهم واحفظهم في ثواني. وكمان هتلاقي تحت الفيديو فيه ملف PDF للكلمات دي تقدر تراجع من خلاله الكلمات دي في ثواني، وفي أسئلة كمان علشان تتأكد إنك حفظت الكلمات دي للأبد. فركز على الكلمات ويلا بينا نبدأ في ربط الكلمات. كلمة دونت معناها يتبرع بدمه لحد، ومفتاح كلمة دونت هو دونت اللي هو حلوى الدونت. نربطها بقى، بص هتلاقي دونت بيتبرع بدمه لحد. كلمة أوبريت معناها يعمل عملية، ومفتاح كلمة أوبريت هو الأوبريت اللي هي الأوبرا بتاعت الأغاني. نربطها بقى، بص هتلاقي دكاترة بيعملوا عملية لمريض في الأوبرا. كلمة سورس معناها منبع أو مصدر زي منبع المية كده، ومفتاح كلمة سورس هو صرصار. نربطها بقى، بص هتلاقي صرصار واقف عند منبع المية وسده. كلمة جرامبي معناها غضب أو قرفان، ومفتاح جرامبي هو جمبري. جرامبي جمبري. نربطها بقى، بص هتلاقي جمبري واقف غضبان وقرفان ومتأفف. كلمة برايد معناها عروسة زي العروسة من فستان، ومفتاح كلمة برايد هو براد، براد الشاي يعني. نربطها بقى، بص هتلاقي براد شاي لابس فستان كأنه عروسة. كلمة ميجر معناها قيس، زي حد بيقيس حاجة بالمتر، ومفتاح كلمة ميجر هو مجرة اللي هي مجرة ضرب التبانة. نربطها بقى، هتلاقي علامة فلك بتقيس مجرة ضرب التبانة بالمتر. متأكدة انك ما شاء الله حفظت الكلمات اللي فاتت دي في ثواني، ومش بس كده، انت مستمتع بالعملية كمان. الكلمات اللي فاتت دي احنا مسميينها الكلمات الصغيرة والمتوسطة. تعالى بقى دلوقتي ناخد بعض الكلمات الطويلة والصعبة ونشوف ازاي بيتم ربطها في الموقع. والكلمات اللي هنحفظها دلوقتي هما كونفير وكونكلود وكونتين. تعالى نربطهم سوا، بس الأول خلينا نشوف هما ليه بيبدأوا بكون. أشهر البادئات في اللغة الإنجليزية هي البادئة كون اللي بتيجي في بداية كلمات كتير زي conclude و contain و confer، فمربوطة. عشان تحل الموضوع ده من أساسه هتعمل حاجتين ألذ من بعض، وهما خد عليهم بقى من دلوقتي: اقطع وحول. اقطع وحول. تعال بقى نشوف ايه حكاية طريقة اقطع وحول دي، وأرجوك ركز لأن الكلام مهم. أول حاجة، هو ايه اللي بيتكرر كتير في الكلمات اللي فاتت دي اللي هم كونفير كونكلود كونتين؟ مش هو المقطع كون؟ صح كده؟ عقابا ليه بقى؟ عشان يبقى يتكرر كده تاني ويكبر لنا الكلمة على الفاضي هنقطعه. ايوه زي ما سمعت كده، احنا هنقطعه من الكلمة خالص ونخليه يقف لوحده عقابا ليه. تاني حاجة واهم حاجة، فأرجوك ركز فيها قوي وعاوزك تكتبها عندك. احنا عشان نسهل على نفسنا تذكر الكلمات دي ونربطها بشكل بسيط لازم نحول المقطع كون اللي قطعناه ده لحاجة تفكرنا بيه او حاجة تعبر عنه. هو ايه اللي شبه كون؟ هيجي واحد يقول لي كون يعني كون كذا، كون دكتور، كون طبيب. واحد تاني يقول لي لا، كون اللي هو الكون بتاعنا اللي احنا بنعيش فيه اللي هو كوكب الارض يعني. هقول له هو ده بالظبط. احنا لقينا احسن حاجة تعبر عن المقطع كون هو الكون، واكتر حاجة تعبر عن الكون هي صورة لكوكب الارض. يبقى مفتاح كون هيبقى كوكب الارض اللي هو الكون. كلمة كونتين معناها يحتوي على. عارف انت لما يبقى في حاوية اللي هي بتبقى في الشحن وفي التصدير دي، والحاوية دي سموها حاوية لانها بتحتوي على حاجات بداخلها، اهو ده معنى كلمة كونتين. واول ما تشوف كلمة كونتين تفتكر على طول التقطيع بكون اللي بنحوله لكون كوكب الارض. وبكده هيبقى معانا مقطعتين اللي شبه التين اللي هو فاكهة التين البرشومي، وبكده يبقى مفتاح كونتين ايه؟ احسنت، كوكب الارض وفاكهة التين البرشومي. وعشان تربط كلمة كونتين بص على الصورة دي، هتلاقي حاوية مرسوم عليها كوكب الأرض وبتحتوي بداخلها على فاكهة تين كتيرة جدا، وبكده نكون ربطنا بين كونتين يحتوي على أو حاوية فيها حاجات وبين كونتين كوكب الأرض وتين. كلمة كونفر معناها مؤتمر أو ناس تتجمع عشان تتشاور في حاجة معينة أو يتشاوروا في مؤتمر. عارف انت لما يبقى في مؤتمر عن حاجة معينة، مثلا حاجة بتهم كل الناس، انقاذ كوكب الارض مثلا، فزعماء العالم يعملوا كده تجمع معين او مؤتمر ويتجمعوا كلهم فيه، اهو ده معنى كلمة كونفر. واول ما تشوف كلمة كونفر تفتكر على طول التقطيع بكون اللي بنحوله لكون كوكب الارض. وبكده هيبقى معانا مقطع فر اللي شبه فار اللي هو الفار الحيوان يعني.
وبكده يبقى مفتاح كونفر ايه؟ احسنت، فار ومعاه كوكب الارض. وعشان تربط كلمة كونفر دي بص على الصورة دي، هتلاقي مؤتمر عالمي حاضرينه كل الناس وعاملين دايرة وحواليهم فيران وفي النص في كوكب الارض. وبكده نكون ربطنا بين كونفر مؤتمر وناس عاملين دايرة في مؤتمر، وبين كونفر كوكب الارض والفار. كلمة conclude معناها يختتم. عارف انت لما تكون في مسرحية وخلاص وصلنا لآخر مشهد او لختام المسرحية والممثلين واقفين يختموا المسرحية وبيحيوا الجمهور، او تكون بتكتب موضوع تعبير وتوصل عند مرحلة الخاتمة، هو ده معنى كلمة conclude. واول ما تشوف كلمة conclude تفتكر على طول التقطيع بكون اللي بنحوله لكون كوكب الارض. وبكده هيبقى معانا مقطع كلود اللي شبه جلود، اللي هو الجلود الحيوانات يعني اللي ممكن الانسان يلبسها. وبكده يبقى مفتاح كونكلود ايه؟ احسن، كوكب الارض واشخاص لابسين جلود الحيوانات. وعشان تربط كلمة كونكلود بص على الصورة دي، هتلاقي ممثلين في ختام مسرحية بيحيوا الجمهور وهم لابسين جلود حيوانات ووراهم في الخلفية كوكب الارض. شفت؟ حتى أصعب الكلمات بتتحفظ عندنا في ثواني. ومش بس كده، ده احنا بنسهل عليك كتابتها وقراءتها بعد كده كمان. لكن هل في الموقع بنقف لحد هنا؟ أكيد لأ. شايف مجموعة الكلمات اللي انت ربطتها وحفظتها دي؟ هنرجع نستغلها علشان نحفظ كلمات تانية. يعني مثلا هتعرف ازاي كونكلود ممكن تساعدنا نحفظ انكلود واكسكلود، وازاي كونفير هتخلينا نحفظ بسهولة كلمة ريفير وانفير، واكتر من كده بكتير لكل الكلمات. ومش بس كده، هتتعلم ازاي بطريقة الربط السحرية تربط مشتقات الكلمة بالكلمة نفسها، وهتكتشف بنفسك ازاي موضوع المشتقات ده هيضاعف حصيلتك. ومش هتلاقي حد بيقدم المشتقات دي زينا، لاننا هنقدمها بطريقة الربط السحرية. دلوقتي ممكن تنزل تختبر نفسك في الكلمات اللي تحت الفيديو وتشوف بنفسك ازاي انت حفظت الكلمات دي للأبد. بعد كده ادخل اسألنا على انسب كورس مناسب ليك دلوقتي. يلا ابدأ وما تضيعش وقت.